النهارده هبتدي معاكم بسلسله غريبه قوي، عنوانها كده وما تتخضوش. من فضلك ما تتجوز. هناخد فيها النهارده والمره جايه اقفلها لكم ستاره سودا. من فضلك اسمها ايه؟ ما تتجوز. من فضلك ايه؟ طبعا ما تتجوزش، ومن فضلك ما تتجوزيش. من فضلك ما تتجوز. طبعا الناس المخطوبه دلوقتي حطت ايديها على بطنها، وفي ناس عرقت، وفي ناس قالت احنا غلطنا ان احنا جينا النهارده، وايه اللي جابنا النهارده، وكل ده قلتوه. بس من فضلكم اسمعوني. كنا في سيمينار مع اباء كهنه عددهم كبير قوي، كنا بنتكلم في موضوع المشاكل الزوجيه. فكان اول سبب من المشاكل الزوجيه ان كانت في ناس not qualified to get married. يعني ايه؟ ما كانوش مؤهلين ان هم يتجوزوا، ما كانش بالبلدي ليهم في الجواز. وعشان ما كانش ليهم في الجواز، لما اتجوزوا المشاكل بقت كبيره وملهاش حل. فاحنا هنعرض نوعيه من الناس اللي المفروض ما تتجوز، مش عشان ما تتجوزوش، عشان لو انت من الناس دي لو ما عالجتش المشكلة ونفسك قبل ما تتجوز، انت بتظلم الطرف التاني اللي هتتعسه كل ايام حياته. من فضلك ايه؟ ما تتجوز. هنقول الكلام ده لمين؟ هنقول المجموعة المرة دي ومجموعة المرة الجاية، لان هم النهاردة مش هقدر اخد اكتر من نوعين عشان نفضح نفسنا ونشوف فعلا احنا ينفع نتجوز ولا ما ينفعش ايه نتجوز. اول واحد ما ينفعش يتجوز هو الانسان المدلع. المدلع صعب جدا يتجوز، واهله بيبقوا عارفين كده ويقولوها بهزار، يقولوا الله يكون في عونها اللي هتتجوزك دي. يا ساتر، دي مامتها داعية عليها. او الام تقول لبنتها انت لو فضلت كده هيرجعك بعد اسبوع، لان مش ممكن حد يحتمل دلعك ومساختك دي. هم بيقولوها بهزار، بس هم عاوزين يجوزوا بنتهم وعاوزين يجوزوا ابنهم اللي قاعد على الشلته طول النهار بيشرب في نسكافيه وشاي. فهم بين نارين، عارفين ان ابنهم هيعمل مصيبه او بنتهم هتعمل مصيبه في واحد يعني، لكن هم عاوزين كمان يخلصوا. بس الحقيقه لو انت من النوع ده بامانه ما ينفعش تتجوز. ليه المدلع ما ينفعش يتجوز؟ هقول لكم نقطة. النقطة الأولانية لأن الحياة صعبة. ستريس اوفر ستريس اوفر ستريس، ضغط فوق ضغط فوق ضغط. مش قصتي شعرك قصة ونيو لوك وعشاكي فين وفسحك فين، ده كل ده كده لكن لا، الحياة شديدة. عشان كده المدلع بيتفرض بسرعه. يعني ايه بيتفرض بسرعه؟ يعني انا هتخيل انك انت مرتبك 5-6,000 جنيه ومحتاج واحده تساعدك في الحياه، مرتبها 3,000 4,000 ان شاء الله، بس في الاول كده لغايه لما تجيب بيبي او 2 مثلا يعني، وانت يو دونت مايند انها تقعد في البيت، بس الاول محتاجين نساعد بعض. وهي دلوعه هتعمل ايه؟ هتنكد عليك. كل ما تقول شفت المدير كلمني زي النهارده، الشغل انا كرهاه، الشغل ده مش طايقاه، I'm over stressed، I'm over واي حاجه مضايقاها. لا بيعاملوني معامله ايه؟ الشغل بيئه، الشغل كله بيئه. شوف لي شغلانه كويسه. يعني ايه شغلانه فين؟ يعني حاجه كده على مقامي، مديره كده تشتغل يومين في الاسبوع، وفي اليومين تشتغل ساعتين في اليومين، ويكون شغله فيها مواصلات رايح جاي. لكن الحقيقه يعني اللي انا فيه ده مش قادره. فقدام صعوبه الشغل خذلته، وقدام صعوبه البيت خذلته. لا البيت مش متروق ليه؟ قالت له ما روقته اول امبارح. يقول لها بس اتنعكش تاني. تقول له ما هروقه ويتنعكش وما نروقه ليه؟ وبعدين يعني انا ما تضغطش عليا، اعمل معروف، اعصابي ما تستحملش. ما تضغطش عليا ليه؟ هي مدلعه طول النهار. ايه كانت بتدي اوامر في ماما، وتقول يا ماما هاتي لي الكافي ميكس، هاتي لي النسكافيه، هاتي لي الكابتشينو في البيت، هاتي لي في السرير، انا قايمه مكسره النهارده مش رايحه الشغل. فالدلع ده بقى سلوك مكتسب. اتعب ليه؟ وبعدين بقى جابت بيبي، انهيار.
يا ماما البيبي بيعيط، كلهم بيعيطوا وانت كمان كنت بتعيطي. يعني طلع لك اعجوبه عندك عيل بيمغص ويعيط دونا عن كل الامهات. وسهرني طول الليل. هنا بقى ايه؟ ده غير مسؤوليات الدراسة بقى، نوصل ولا نجيب تاكس ولا نجيب اتوبيس ب15,000 في السنة؟ لا، هنوصل ولا طب انت وصليه في الرايح وانا اجيبه راجع من الشغل. طب ذاكري له. فالمدلع ده ما يقدرش يواجه صعوبات الحياة. والمشكلة ان الجيل اللي طالع اكثر دلعا من اللي قبليه، واللي قبليه اكثر دلعا، يعني وهكذا. الدنيا بقت ماشية في اتجاه الدلع. وعلشان بقينا متدلعين قوي قوي قوي، بقت مشاكلنا في الجواز عالية قوي قوي قوي. فلازم تحاسب نفسك. اذا كنت متدلع بصراحة انت بتكتب وثيقة فشل حياتك الزوجية. ولاد وبنات، ولاد وبنات، لان الولاد برضه مدلعين قوي قوي. حياته كلها قوي. ماما القميص اتكوى، ماما البنطلون فين، ماما اتغسل، ماما اتنشر. إيه يا ابني ما تقوم تعمل حاجة لنفسك. انا ازاي؟ امال لازمتهم اللي في البيت دول؟ انا ليا اصحاب وليا مجتمعاتي وليا قهوتي وليا قعدتي وليا كافيهاتي وليا ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ فالدلع بقى دلع ايه؟ متبادل. يعني بجد احنا محتاجين راجل مش دلوعه، ومحتاجين امرأة تشيل مسؤولية مش دلوعة. لكن الدلع 2. مشكلة الدلوع انه عاوز يتشال، واحنا في زمن محدش بيشيل حد فيه. الجواز دعوة انك تخش تشيل اللي قصادك، دي بيع شيلة كده، يعني تخش تشيل اللي قصادك باللي هيجيبه. يعني هو بعياله تشيليه وانت تشيلها بعيالها. فاذا كنت وانا في دلعي عاوز اتشال. انا المدلع عاوز ايه؟ يتشال. عاوز ايه؟ يتخدم. الجواز عبارة عن ايه؟ انك تخدم. ابن الانسان جاء ليخدم ولا ليخدم؟ ليخدم لا ليخدم. فالاساس انك انت لو هتتجوز لازم يكون عندك الموت في انك تشيل، مش انك انت تفضل محتفظ بصورتك ما قبل الجواز انك كنت متشال وتفضل تتشال. اقبل قوي ان طفل عنده سنة يتشال. اقبل قوي طفل عنده 3 سنين بعد ما مشي لمدة كيلو مع باباه قال له انا تعبت فابوه يشيله. لكن لما يكون واحد عنده 28 و29 و30 سنة ولسه عاوز يتشال، ده ازاي يبقى راجل وازاي يفتح بيت؟ وانت ازاي تبقي ست وتفتحي بيت؟ فاللي متدلع عاوز دايما ايه؟ وعاوز دايما يتطبطب عليه، وعاوز احتواء، وعاوز حد يحس بيه. ما هو التاني برضه عنده لود وعنده اوفر ستريس هيمسيلف، هو نفسه شايل شيله كبيره قوي. فاذا ما كانش الانسان شديد بيبقى عامل زي الاسمنت المغشوش اللي تعمل بيه اول ما تمسكه ده يفرط في ايدك، مش يشيل احمال. عمود هيقع ويوقع عماره بحالها. الانسان المدلع يطلب ما لنفسه. يعني ايه يطلب ما لنفسه؟ دلع بقى، دلع. تصور يا ابونا انا قافله خالص ومحتاجاك في موضوع ضروري. انا لما واحده بتقول لي موضوع ضروري بقلق، يعني في حاجه، في مشكله. بقول لها ايه؟ تقول لي تصور يا ابونا عيد جوازنا ما افتكروش وما جابش هديه، وعدتها لغايه امتى؟ لا عيد ميلاد ولا عيد جواز. يا حرام يا حبيبتي، يا حرام. ليه التعب اللي انت فيه ده؟ ايه التعب اللي انت فيه ده؟ نسي؟ ما نسيش. بس المدلع بيطلب ما لنفسه. وبرضه كده تلاقي في راجل كده يقول لك ما بتشوفش طلباتي. طلباتك يعني ناقص نجيب لك ايه؟ نحط لك فوطه وناكلك في بقك؟ ايه طلباتك دي؟ مره قابلني شاب بيقول لي انا جاي اشتكي لك، ما ده انا مكفي بيتي فلوس، مكفي بيتي فلوس، من حق مراتي تدلعني ولا ما تدلعنيش؟ هي وقفت في زوري. وانا قلت لكم قبل كده دي بتقف في زوري ليه؟ لان اساسا ما بطيقش طلع البنات. تصور راجل طول في عرض عاوز يتدلع، يعني تعمل ازاي يعني
يعني تعمل لك ايه؟ فالمدلع يطلب ما لنفسه. يعني ايه يطلب؟ يعني ايه يطلب ما لنفسه؟ دلعوني. تصوروا مره واحده بتشتكي لي من ابنها، قاعد على الكنبه، فكان يظهر فيهم حر، فيقول لها ماما انا محتاج اخد حمام يستحمى. يعني قالت له ماله يا حبيبي خد حمام. قال لها بس مكسل قوي. قالت له طب اعمل لك ايه يعني؟ قال لها شوفي لي حل. قالت له حل ازاي؟ اجيب لك الدش هنا يعني ولا اعمل لك ايه؟ قال لها لا، بلي لي فوطه كده واعصرها لي وانا كده وانا قاعد في مكاني. تصور عاوز يستحمى على الكنبه. عاوز يستحمى على الكنبه. طب ده يتعمل فيه ايه ده؟ المدلع ما ينفعش في الجواز لان قطته جمل. عارفين يعني قطته جمل؟ يعني قطته جمل، قطته جمل ده مثل معروف قوي، قطته جمل. طب اشرحه لكم يعني قطته جمل. اديكم مثل. يعني احنا ايامنا لما كنا في نص السبعينات، علشان كانت ايامنا ما فيش عربيات ملاكي وكلنا بنركب مواصلات، انا كليتي كنت بركب لها يا مواصلتين يا ثلاثه على حسب، يعني مواصلتين يا ثلاثه. فكنا نشوف الاتوبيس كده معدي والاتوبيسات زحمه جدا، فكنا نرجع قبل ميدان التحرير بنص محطه عشان يبقى في اشاره، والاتوبيس بيجري انت بتجري جنبه. عارفين اللي بيلعبوا الترابيز بتوع السيرك اللي بيطيروا في الهواء دول من غير ما يمسكوا ايديهم؟ فانت بتمشي جنب الاتوبيس تجري 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 وتروح حادف نفسك، حادف نفسك على امل ان اللي واقفين على الباب كلهم ماسكين ايد وفي ايد بره، فانت بتحدف نفسك وبتسلم حياتك وامرك لربنا وبتكون مطمن انك متناول، لان مش عارفين الحادثه دي نهايتها ايه. واول ما بتحدف نفسك تلاقي كل الناس تواصلت معاك وجابوك، ولقيت نفسك جوه كتله بشريه ما انتش عارف انت على الاسفلت ولا جوه الاتوبيس، بس ماشي. وكان بيحصل كده في الثلاث مواصلات، لان لا كان في مترو انفاق ولا كان في واو الى اخره. دلوقتي البنوته اللذيذه جايه تعبانه ومفرهده، تقول لها ليه انت تعبتي؟ جايه باوبر من المعادي لمصر الجديده مكيف، بس هبطانه حبيبتي. اوبر. اوبر. ما كناش نعرفه ايامنا ده، ولا كنا حتى تاكس ابيض في اسود ده نركبه، ما كناش نقدر. ما انت يعني يا كده يا كده، الفلوس كانت قليله والواحد كان يروح ازاي، فكنا بننط نطير، كنا حريفه نط اتوبيسات دي. وانتوا فاكرين كنا بنستنى المحطه؟ كنا برضو بننط من الاتوبيس وهو ماشي، وليها طريقه الفرمله ابقى اشرحها لكم بعدين يعني. فالحياه كانت صعبه قوي، وكنا بنضحك من قلبنا قوي، وكنا مبسوطين قوي، بس الدلع زاد. فلما الدلع بيزيد قطته بتبقى جمل. عارفين يعني قطته بتبقى جمل؟ زي ما قلت لكم، لو البنت غسلت طبقين ربنا يعلم ده هي وجوزها بس، طبقين وشوكتين وكوبايتين، وقعدت بتنهج، وماما كلمتها تقول لها يا ماما المواعين ما بتخلصش، صلي لي صلي لي. عرفتوا يعني المدلع قطته جمل؟ يعني لو عمل فسفوسه كده يا نفسها تصعب عليها قوي، طبخت. طب ماما كانت بتعمل معاكي ايه في طول عمرك؟ ما كانت طول عمرها بتطبخ الست وما بتشتكيش، بس احنا بقينا قطتنا جمل. يعني اي حاجه نعملها عاوزين 5 يسقفوا لنا و6 يصوروا لنا فيديو وتتكتب في السنكسار. المدلع ما ينفعش في الجواز. ليه ما ينفعش في الجواز؟ اقول لكم ليه ما ينفعش في الجواز. لان المدلع دايما يلجأ للحلول السهله. يعني ايه يلجأ للحلول السهله؟ هو اتعود ان كل حاجه افيلبل، مش كده؟ فايه اللي يحصل بعد الجواز؟ الدنيا نشفت شويه، فيعمل ايه؟ يستلف. بلاش يستلف، يطلع كريدت كارد. ما هو متدلع ما يعرفش يحرم نفسه من حاجه. اشتري اشتري اشتري. وبعدين الكريدت كارد وصل للماكسيمم ليفل بتاعه مثلا 12 13 الف جنيه، في بنك تاني عرض عليه كريدت كارد معاه كريدت، اشتري. يدفع فوائد ولا يدفع اقساط، بس هو ما يقدرش يقول لنفسه لا. ليه؟ هو ما تعودش انه يضبط نفسه في شيء، متدلع. لان كل اللي كان بيطلبه كان بيجيله.
ده انا قاعد مع واحد مديون بديون كبيره قوي 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 قوي. فبقول له ليه؟ قال لي اصل كل ده بسبب ان انا جبت جهاز تليفون ثمنه 17,000 جنيه. جبت موبايل ب 17,000 جنيه وجاي تطلب من الكنيسه ان تساعدك عشان تسدد دينك؟ ده احنا بنجيب يا ابني سكر ودقيق ورز وشاي لناس مش لاقيه تاكل ومكرونه وعيش. ادفع لك ايه؟ يقول لك مش هو ده العشم. الابوه ان الانسان يقف جنب ابنه. لا، الابن المدلع ده ما يلزمناش، لان الايه بتقول المتنعمه ماتت وهي حيه، لان كل طلباته هو شايفها اوامر وايه، على فكره كلها اساسيات. عارف يعني كلها اساسيات؟ يعني كلها اساسيات ايه؟ يعني الموبايل ب 17,000 جنيه ده مش كماليه ولا رفاهيه، ده اساسي. طب ما في حاجه زيه ب 4,000 جنيه. لكن انا لا، اصل انا متعود على البراند دي، ومتعود ان انا افوت موديل واجيب موديل. يعني اذا كان موديل رقم 6 فوتت 7 لازم اجيب 8، الناس تقول عليا ايه. المدلع يستسهل كل الحلول بتاعته. عشان كده عندنا بنات مدلعه تقول لي ايه بعد سنه من الجواز، يعني يكون حصل حاجه بينها وبين جوزها مره التانيه، تقول لي يا ابونا انا جايه اخد مشوره قدسك. قلت لها ازاي؟ تقول لي هو الانفصال اجراءاته ايه؟ ايه؟ بقول لك الانفصال اجراءاته ليه؟ واوعى تقول لي صليب واحتمال. انا حاولت كتير، بقالي 6 اشهر بحاول. ما هو قطتها جمل يومها ب10 سنين عند ست تانية. فدايما يدور على الحلول سهل، يا اما يستلف، يا اما كريدت كارد، يا اما عايش عاله. حلول سهله. تبقى امها عندها 60 و65 سنه وشايفه ان من امها كفرض على امها اللي هي تيتا ان هي اللي تربي عيالها. اصل انا ما بثقش الا في تربيه ماما. طب ما انت تربيتي على ايد ماما، ربي انت ولادك. طب ماما شغلتها ايه؟ ده انا ببعت لها ولادي عشان يسلوها طول يسلوها. دي الست جالها في ظهرها غضروف وكتافها سقطت ووشها اسود وانا في منتهى الدلع. امال هي ماما ولا مش ماما؟ ما في امهات بتدور على بناتها عشان يجيبوا لها احفادها. ماما هي اللي وحشه، ماما هي اللي وحشه، وانت مش دلوعه ومش عاوزه تشيلي مسؤوليتك. عرفتوا ليه الدلوع ما ينفعش في الجواز؟ عرفتوا ليه الدلوع ما ينفعش في الجواز؟ لانه بيرفض الاحتمال ويرفض الصليب ويرفض حتى طبع الاخر. ممكن يكون متعب، بس ممكن يكون ربنا سمح بالإنسان ده عشان أنا أتعلم حاجة في حياتي الروحية وأنمو. بقت مرفوضة كلمة إنكار. يا جماعة الجواز إنكار الذات. يعني إيه يا ابونا؟ ده الإنسان عايش عشان يحقق ذاته. خلاص بقى فكر عالم مش فكر مسيح. لازم يا بنتي تتضعي. اتضعي يعني إيه؟ اتضعي يعني إيه؟ المدلع ده آسف ما ينفعش في الجواز. المدلع ما ينفعش في الجواز لأنه يصير عبئا وليس معينا نظيرا. ربنا لما خلق حواء قال لآدم معينا نظيرا. يعني ايه؟ زيك زيه، بس انت ليكي شغلة انك انت مسؤوليات الحياة تتقسم بينك وبينه. هو بيشقى عشان يجيب لقمة عيش وانت بتربي أولاده وما بتشتكيش. لكن المدلع عبء. عارفين يعني ايه عبء؟ بسبب كل اللي انا قلته مش عاوز يشيل مسؤولية. فبدل ما انا اساعد جوزي انا بعمل ايه؟ بشيله همي انا نفسي. وانت بدل ما تساعد مراتك كمعينا نظيرا بقيت تقول لي يا ابونا انا مخلفه 3 منهم جوزي. في ستات بتشكي كده تقول لي انا عندي 3 ولاد، 2 في المدارس والتالت متجوزاه. هي بتاخدها بضحك عشان نفسيتها حلو. لكن هو ينفع كده ان الراجل يبقى دلوع؟ احنا محتاجين راجل عشان نتجوز، ومحتاجين واحدة ناضجة مش متدلعة، لأن المدلعة مش هتعرف تقوم. عرفتوا ليه بقول لكم من فضلك ما تتجوز؟ لأنك أنت لو اتجوزت وما جاهدتش ضد دلعك أنت جوازك مش هينجح وهتتعب كل الناس اللي حواليك، وخاصة شريك حياتك، وخاصة لو طيب وقرر إنه يستحمل شوية تسوق أنت فيها بدلعك. طب لو أنا فعلا يا أبونا متدلعة، او لو انا فعلا يا ابونا متدلع، اعمل ايه مع نفسي؟ لان في الاخر انا نفسي اتجوز. انا مش رافض انك تتجوز بس جاهد ضد دلعك. طب اجاهد ازاي؟ 1،
اتعود انك تغصب نفسك، ما تريحش نفسك. لو انا قاعد في البيت وماما داخله المطبخ، ده تدريب بقى، وبتقول انا هعمل شاي، حد عاوز يشرب شاي تقول لها خليكي انت قاعده يا ماما، انا هعمل الشاي للبيت كله، انا عارف كل واحد يحط كام معلقه سكر، واللي عاوز يشرب شاي يقول لي انا اللي هعمل. لما ماما تقول لك انت جايه من الكليه تعبانه يا حبيبتي ريحي شويه وانا هعمل لك الاكله، يا ماما انت ياما عملتي لي، انا هعمل لنفسي. لا، لازم اتعب شويه زياده. اغصب على نفسك. التعب كان منهج القديسين. عمرنا ما سمعنا في الكنيسه عن قديس مريح، او كانت هواياته لم الطوابع وصيد السمك، وقت الفراغ بيلعب بينج بونج. ما عندناش قديسين كده. كل قديسين الكنيسه السمة اللي تجمعهم ان كانوا عارفين يجبروا نفسهم على حاجات ما بيحبوهاش من اجل خلاص نفسهم. لكن المدلع لا يمكن يغصب نفسه. فاول علاج للمدلع انه يغصب نفسه، يغصب نفسه. تاني حاجة، تدريب تاني غير انك تغصب نفسك على حاجات معينة، حاجة اسمها تدريب الاحمال. يعني ايه تدريب الاحمال؟ احنا اتفقنا انت في الجواز هتشيلي ايه؟ هتشيلي نفسك وجوزك وعيالك. وانت في الجواز هتشيل ايه؟ مراتك ونفسك وعيالك. اذا كنت انا مش قادر اشيل نفسي، هشيل الناس التانية ازاي؟ صعب. ابتدي بتدريب اسمه تدريب الاحمال. يعني ايه الاحمال؟ ابتدي تتعود انك تعمل حاجتك بنفسك لمدة شهر 2 في الاصوام. ده تدريب. مش هقول للماما من فضلك يا ماما تعالي في يوم كده ننم مع بعض ونروق الدواليب بتاعت. لا، روقي دولابك، نظفي اوضتك، امسحيها. ابتدي دربي نفسك على انك حاجتك على الاقل تشيليها. ليحمل كل واحد حمل نفسه، زي ما بيقول القديس بولس الرسول في غلاطيا. ان تتعود انك تشيل حاجتك. ما تقولهمش يا جماعه الورنيش فين، الجزم في، الشراب فين. قوم دور يا اخي، قوم دور. ليه واخد لقب باشا كده وباشا تركي وكل اللي في البيت عبيد عشان يشوفوا لك مصلحتك فين وانت قاعد؟ شوف حد شاف كذا، حد شاف، حد يدور لي على النضاره، حد يشوف لي المفاتيح. اتاخرت يعني غلطتك وبتشخط فينا. ده ايه البواخه دي يا اخي؟ يعني باي عين؟ انت اللي متاخر وانت اللي مهمل ومش عارفين، بس انت اتعودت انك تكون متدلع تشخط، فماما تقول دوروا لاخوكم يا ولاد، خلوا عندكم شويه احساس، اخوكم متاخر. ده اللي زي ده ما يتسالش فيه. نقعد ونقول له دور يا حبيبي على مفاتيحك، المره الجايه هتعرف تحطها فين قبل ما تنزل. مش بقول للزوجات تعمل كده مع ازواجهم عشان برضو ايه، تاخدي بالكم. انا بقول للولاد مع عائلتهم، والبنت كده مع امها. امها لازم تشد عليها شويه، تشد عليها شويه. شيلي حمل نفسك، اعتمدي على نفسك، اعتمدي على نفسك. ثالث علاج للمدلع، وده تدريب اصعب شويه، الاختيارات الاصعب. يعني انا عاوز بقى ابطل دلع. يعني ايه؟ فماما قالت يا جماعه احنا كان عندنا امبارح حفله، حد هيلم الصاله ويلم بقيه الاطباق ويحطها في الحوض، وحد يغسل مواعين، وحد هيروق الشقه، وحد يمسح الشقه. اسوأ حاجه كانت المواعين. ليه؟ لانها تلال متلله يعني، وما عندكمش ديش ووشر، يعني ما عندكمش غساله كهرباء، يعني كله باليد. فانت هتقولي ماما انا هروق الشقه. ذكي هتعملي ايه؟ تمشي كده، تمسك كده، وبعد ثلاثة كلينكس لميتيهم حاطيهم في الباسكت هتقعدي تاخدي نفسك. دلوعه بقى، دلوعه هانم. في واحده بتقول لا انا هكسر ذاتي واكسر دلعي، انا هاخد المواعين. لو انتوا في البيت عندكم مشاوير وانت دلوع، في مشوار تحت الناصيه وفي مشوار اخر السيت اللي انت يعني اخر مصر الجديده او اخر الزيتون لو انت ساكن في الزيتون وتبر يعني، وفي مشوار في المعادي، تختار النهون؟ انا مش هختار ولا حاجه. ليه؟ ما انا دلوع اساسا، اختار ليه؟ لو انت عاوز فعلا تتحرر من دلعك اختار المهمه الصعبه. ده انا اوقات بسبب الدلع بتوجع قلبي انا باعتراف شخصي لما اعرف ان في اب
عنده جلسة غسيل كلى، وعنده 3 أولاد، وال3 أولاد بيتبروا من إن هم يوصلوه، وكل واحد يطلع نفسه عذر أقوى من أخوه عشان يبقى أخوه هو الملام إنه ما وصلش أبوه. وصلنا للدرجة دي إن الأب يرجو مين يودي من ولاده جلسة غسيل كلوي. مين ده اللي يقول ها أنا ذا، ابعتني يا رب؟ المدلع بقول لكم ما ينفعش لا في خدمة ولا في قانون روحي ولا في صوم. ليه؟ يصوم ليه؟ أنا مزاجي في كوباية القهوة بتاعت دلع، لازم أغصب نفسي، ولازم أختار اختيارات صعبة عشان أطلع من بره قوقعة دلعي. وإلا بصراحة لو أنا كده ومقتنعة إن دي حياتي وأنا فرحانة بنفسي كده، أحسن لك يا بنتي ما تتجوزيش. ولو أنت من النوع ده أحسن لك يا ابني ما تتجوزش، لأنك أنت بترمي نفسك على حد تاني هيستحملك طول حياته. ده احنا لسه ما خدناش غير شخصية واحدة. طب هاخد التانية بسرعة عشان لازم تاخدوا شخصيتين النهارده. تاني شخصية ما ينفعش ان تتجوز، اصلا بقول لكم كمان الحلول بتاعت كل شخصية. تاني شخصية ما تنفعش ان هي تتجوز، شخصية المتذمر. المتذمر، احنا لسه عندنا شخصيات كتيرة ما ينفعش ليها جواز، بس خلونا النهارده في مين المتذمر. يعني ايه المتذمر؟ حد عارف يعني ايه المتذمر؟ كثير الشكوى. كثير الشكوى، كثير، مفيش حاجة عاجبة، وكل ما التذمر بتاعه يزيد ما عندكمش فكرة يتعب شريكه قد ايه. يعني هو عنده عربية، عربية حلوة كده موديل 15 سنة ورا، يعني احنا في 2005، يعني 2001 2002، عربية معقولة مع اي حاجة، فيرنا هونداي بتاع اي حاجة. مش ناوي تغير الحصالة دي؟ الحصالة احنا ما عندناش حصالات. تقول اللي انت راكبها دي حصالة؟ هي دي عربية؟ عايز اقول لك حاجة، اوعى لما تعدي عليا من الشغل تستناني قدام العمارة، استناني كده 100 متر كده وانا هجيبهم لك مشي، اقول للناس انك انت عندك عربية هونداي فيرنا. طب انا بقى لو جوزها احس بايه؟ انها مستقلاني. اقول لها اشكري ربنا، تقول لك ما هو انت كده ما عندكش طموح. طول ما بقول اشكر ربنا خليك في الفيرنا تنفعك. المتذمر دايما عينه على حاجة الناس ويقارن نفسه بيهم. فهكمل نفس مثل العربية. شفت فلانة ابتدت مع جوزها كان عنده عربية زي عربيتنا، بس اللي هندا راكب موديل السنة. صحيح عملوا جمعية ودخلوا في اقساط، بس برضو مهننها. شخصية متذمرة، مفيش حاجة بتعجبها، فهو مش حابب النكد، فراح جاب لها تورتايه بالليل. هتضحك عليا بتورتايه؟ طب قولي له كتر خيرك، قول له انت انسان طيب، قول لك انت بتحاول تبسطني باي حاجه بسيطه. لكن شوف المتذمر متعب جدا جدا، حتى لما راح يصالحها قالت المتذمر مشكلته ان دايما يدور عن النقطه السوداء، لدرجه ان حياته كلها بقت سواد. يعني لو في 100 حاجه معموله كويسه وفي حاجه واحده ناقصه، المتذمر يركز على الايه؟ على الناقص. يعني راجل مراته كلفته ان يجيب لها 9 حاجات من السوق، جاب 7 حاجات ولها كذا كذا كذا، والرقم ايتم 8 ده لقيت الراجل قافل وخفت اتاخري فجبت لك الحاجه، وايتم 9 ده ما لقيتهوش خالص. قول له هو انت نافع في حاجه اساسا؟ حتى لو ما قالتهاش تبقى هي دي وجهه نظرها. انا على فكره اتعلمت ان انا ما اعتمدش عليك في حاجه خالص. على فكره الراجل المتذمر كده برضه يعمل في مراته كده، واسوأ. تبقى مراته محميه العيال وعامله لهم هدوم نظيفه ومأكلاهم ومشرباهم وكشطلهم، ولا مش عارف اشطلهم ولا ايه اللي بيكرعوهم دول، او مش عارف مين. انتوا خدوا بالكم، وعامله ومش نايمه طول الليل وعينيها سودا. وقالت له انا عملت لك يا حبيبي كذا كذا كذا، ودخلت انام اريح، والحقيقه الاكل بس ناقص ربع ساعه يكمل سوا، لكن اللحمه بالخضار هم محتاجين نص ساعه، اول ما تيجي انت شغلهم. ولا يوم من ايام امي الله يمسيها بالخير كانت شمعه كده، شمعه تحترق من اجل سعادتنا.
الجيل اللي طالع يا ابونا كله جيل خايب. طب ما تجرب انت يا متذمر تقعد مع العيال ساعتين، صدقني شعرك يبيض. بس سهل قوي التذمر، سهل قوي نقلب الترابيزه على اي حد، سهل قوي ننتقد اي وضع، لان المتذمر ما ينفعش نتجوز لانه دائم الادانه، دائم الادانه، بيكسر الانسان اللي حواليه. حكيت لكم حكايه عن شاب مره جالي افكركم بيها لان انا فاكر حكيتها لكم. شاب مره جالي قال لي هو ينفع الواحد يكره ابوه ويتناول؟ قلت له لا طبعا. يعني ايه تكره ابوه؟ قال له طب انا هقول لك حاجه يا ابونا، لو انت ما كرهتهوش بعد ما حكيته لك ما تناولش. هو بيقولها بضحك طبعا. بيقول لي ايه رايك ان احنا عندنا اجتماع ان احنا لازم ناكل وجبه كلنا مع بعض. فمن ساعه ما وعيت، قول كان عندي 5 سنين وانا دلوقتي عندي مثلا 28 سنه، قول يعني بقالني 25 سنه كل يوم ابويا يسم امي على الاكل. قلت له ازاي؟ قال لي مره يقول لها الرز معجن، تاني يوم يبقى مفلفل. لا الرز مفلفل، ملحه زاد، هو انت ما تعرفش تعملي حاجه صح خالص؟ تاني يوم السلطه مش حقيقه، حقيقتيها ليه؟ زودت الليمون وزودت الفلفل، مش هاكل سلطه. الاكل ماله دافي تجيبه سخن، ده مولع، انت عايزه تلسعيني؟ كل صنف من اصناف الاكل لمده 25 سنه، وامي تبقى وشها احمر ومش قادره ترد عليه علشان مش عاوزه تنكد علينا في وقت الغداء. انا بقول لك بكرهه لاني شفته بيموت امي كل يوم لمده 27 سنه. مفيش حاجه عاجباه، لا في شكلها ولا لبسها ولا اكلها ولا شربها ولا بيتها ولا ترويقه. الحقيقه الشخصيه المتذمره دي متعبه جدا جدا، لان مهما عملت عشان تحاول ترضيه هو ممكن، اسف في اللفظ يعني، يرد عليك برد يكبسك، يضايقك، يخزيك. فلو انت من الشخصيه المتذمره ومش عاجبك حالك، لا ما تتجوز، عشان ما تجيبش صغر نفس اللي هتجوزه وتحسسه ان مهما عمل هو مديون ليك، لانك كفايه انك اتنزلت واتجوزته. ما ينفعش. المنحسر من أسوأ ما فيه أنه التذمر، المتذمر أسوأ ما فيه أن من كتر تذمره يتذمر على ربنا نفسه. عارفين يعني إيه يتذمر على ربنا نفسه؟ يقول إيه العيشة اللي إحنا عايشينها دي؟ على فكرة وإحنا عيال لو كنا حد فينا وإحنا أطفال من غير ما نقصد قال كلمة أوف بقى دي كانت عليها عقوبة في بيوتنا، وكانوا ياخدونا من ايدنا ويقولوا كلمه اوف دي يعني معناها انك انت لا يا ماما انا ما بقولش، انا بقول اوف عشان البيجامه مش لاقيها. تقول لي كلمه اوف ما تتقالش، كلمه اوف دي معناها واحد ما بيشكرش، كلمه اوف دي معناها واحد مش عاجبه حاجه. اوف دي لا تقولها جوه ولا تقولها من بره. فكنا عارفين يعني ايه كلمه اوف تعني كلمه تذمر. بس الناس كلها النهارده متذمره. عارفين لو الكنيسه زحمه واحد عينه بسيطه يقول لك يا سلام اما شعبك يا رب فليكن بركه قلوب فلوف وربوات. واحد لما يلاقي الكنيسه زحمه يقول لك مش عارف اصلي، الناس صعبه قوي، الناس زحمه قوي، ما يوسعوا لنا الكنايس ولا يبنوا لنا كنايس، ولا شوف مش هصلي هنا تاني، مش هصلي هنا تاني. زي ما قلت لكم المتذمر متعب جدا، لان دايما شايف ان كل الناس لابد ان تسعى لارضائه، ومهما عملوا مش عاجبينه، ففي الاخر يتذمر على مين؟ على الله. هو يبقى متجوز كده ويقول عملت ايه بس انا يا رب ساهل انك توقعني الوقعه دي، وهي تقول يا رب قد كده خطاياي كانت كبيره عشان اتجوزه. يعني في الاخر خالص بنلوم مين؟ بنلوم ربنا. المتذمر ما بيعجبوش حاجه، بس عشان وقتنا خلص وفي نقط كتير في التذمر هنقول لكم بقى ازاي اعالج نفسي من التذمر اذا كنت عايز اتجوز. لكن ما تنفعيش تتجوزي وانت انسانه متذمره، وما تنفعش انت تتجوز وانت انسان متذمر. اول تدريب اشكر ربنا على اللي عندك، لانه ليست عطيه بلا زياده الا التي بلا شكر. اشكر ربنا على اللي عندك، تتذمر على ايه؟ ده انت عندك كتير يا اخي. جرب كده ان لو ربنا بس سحب جزء من صحتك اللي عمرك ما شكرت عنها وقعدت يا متذمرة
ان مفيش خروجات كل ويك اند زي بقيه البنات اللي بتخرج كل ويك اند، قعدت شهر في السرير عشان عندك غضروف اتحرك او لمس عصب عمل تعب في عرق النسا مثلا، هيبقى شكلك ايه؟ او انت شكلك ايه؟ اشكر، لان اللي انت عندك في ناس كتيره قوي مش طايلاه. اللي بيتذمر على الجواز ده في ناس بتحسده انه متجوز، بس ما حدش فينا بيشكر ربنا، لان اعتدنا ان احنا نلوم ربنا على اخطائنا، واعتدنا ان احنا نلوم ربنا على حياتنا بدل ما نشكره مع كل نفس بنتنفسه على كل عطايا لينا. اقول لك حاجه تاني تعالج التذمر اذا كنت عاوز تتجوز، اخدم معوازين او فقراء. وعاوز احكي لكم حكايه شخصيه حكيتها لكم يمكن قبل كده، انا وقتنا سرقنا شويه فانا هختم بالحكايه دي. لما مره رحنا في بعثه كده ونخدم في افريقيا، كانت الناس ايه؟ ناس اللي احنا نخدمهم دول مش لاقيين ياكلوا. فلما كانوا بياكلوا عارفين كانوا يعملوا ايه؟ يجيبوا برطمان بدل الكوبايه ويحطوا فيه معلقه دقيق ويحطوا ميه دافيه ويحطوا شويه شطه وملح ويقلبوا، فالدقيق مع الميه الدافيه يخليها غليظه شويه كانها شبه عجين ما بين العجين والماء، ويشربوه. هو ده الفطار، هو ده الغداء، هو ده العشاء. لقوا شويه باميه ناشفه فركوها مع الميه المغليه والدقيق، كانت حفله. حكايه اللحمه او الجبنه او اللبن دي رفاهيه لا يحلم بيها، لان كان متوسط الطفل اللي بيشرب لبن في الحتت اللي احنا رحناها 8 كيلو في السنه. يعني لما يجيبوا اللبن وعدد الاطفال ويقسموه على عدد الايام 8 كيلو في السنه، نص كوبايه ده اللي يقدر يحوز عليه الطفل. فانا كانت معايا بنتي، وبنتي تربيت هنا، يعني وهي في ثانوي كان نفسها برضو تلبس جزمه ماركه، مش عارف تي شيرت مكتوب عليه ماركه، اي حاجه من الحاجات اللي الولاد والبنات يعملوها. فكنت مره اجيب لها ومره اقول لها مش قادره اجيب لك، يعني على حسب الظروف. لما رجعت معايا وهي في الطياره قعدت على حجري، اعتقد كان ساعتها في تانية ثانوي طالعه ثالثه ثانوي، انا مش فاكر، لا كانت دخلت اولى جامعه. قالت لي يا بابا عاوز اقول لك حاجه، لو في يوم من الايام طلبت حاجه مش موجوده في البيت اوعى تقول لي حاضر ومن عينيا، اقلع اللي في رجلك واديني بيه فوق دماغي، لان انا ما استاهلش ان انا اعيش بعد اللي انا شفته. دي بنتي. فاوقات كتير قوي طول ما الانسان محصور في ذاته عامل لنفسه تمثال من الذهب بيعبده بيتذمر على اي حاجه ناقصاه، لو انت خرجت بره انانيتك وشفت الناس اللي مش لاقيه تاكل وبتشكر ربنا على عود فجل مع بواقي ميه الجبنه البيضه. في ناس كده، في ناس مش لاقيه تمن الدواء خالص. الغريبه ان هم بيشكروا ربنا وانت تتذمر على ايه؟ على شريكة حياتك او على الحياة والخنيقة والبتاع. لكن مصر ما يتعش فيها انيمور يا ابونا. طب انت شفت البلاد في افريقيا شكلها ايه؟ طب انت شفت بلاد تانية شكلها ايه؟ لو انت خرجت بره ذاتك وخدمت الناس المعوزة والناس المحرومة، انت هتطلع بره فضيلة التذمر، بره خطية التذمر لفضيلة الشكر. اعرفوا ان اللي بيترمي في الزبالة عندكم من بواقي اكلكم في ناس بتنقب فيه عشان تطلع منه لقمة تاكلها. اتذمر لانك انت فعلا تستحق اكتر من اللي انت فيه. اوعى تشكر ربنا لانه ما يستاهلش الشكر، لانك انت تحتاج اكتر من كده بكتير وربنا مش سائل فيك. 1 الشخصية المدلعة، 2 الشخصية المتذمرة لو معالجتش ده في حياتها هيبقى سبب تعاسة إنسان تاني يرتبط بيه. نكمل السلسلة المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرم.